باقة ورد في محطة القطار وقفت فتاة حيرة، ومعها باقة من الورود الجميلة، تتلفت يمنى ويسرى علها تنشد ضالتها، وفي ازدحام جنحت إلى اليسار من فترة مارة، وظلت في تلك الزحمة تتصارع بين ركب المارة وتحدث هنا وهناك، وكلما لاح إليها شاب تستعد وتهندل ملابسها، ثم يقبل فتتأكد، وأكداس من اللحم البشري من وفود تأتي وسرعان ما تنقطع مع استهلال العربة بالبعيد. يبدو إنها حفظت المارة والبائعين ومن ركبوا القطار، ثم تنظر في ساعة اليد وتحدث وتشرد بعيدا وتتمثل ببضع كلمات: لم يأتي، ليتني لم أظهر له شدة غضبي من التأخير، ليتني لم أعاتبه، ليتني بادرته بحبي كما يود، إنني غبية. تفرست كل ما خطر بجانبها بضع خطوات، وفي الثامنة صعدت، أوشكت على البكاء، وأقبلت عربة القطار، وتساقطت الدموع وصعدت العربة، ثم جلست، وفجأة وجدته في المقعد الخلفي. عندما لمحته ذهبت فبادرها بقوله: لقد أخبرتك أني لا أحب وقفة المحطة، ونتقابل داخل العربة. وابتسمت وهي تغالب دمعة سقطت.